السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فضلا منك وليس أمرا، حطي لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن وغيرك يستفيد. ومن فضلك لو ما اشتركتيش في القناة اشتركي وكمان فعلي الجرس عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. تمام؟ وقولي معايا اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. اللهم آمين يا رب. أهلا وسهلا بكل ملكة جميلة دخلت عندي، نورتيني وشرفتيني وكترتيني. إن شاء الله عيلتنا هتكبر بيكم ومعاكم. وأخيرا بحب كل بنوتة اشتركت وانضمت لعيلتي وبقت أختي من إخواتي. وشكرا لأي حد بيشجعني حتى ولو بكلمة حلوة. وشكرا لكل صدفة جميلة جمعتني بناس جميلة زيكم. يلا بقى على وصفتنا، نشوف احنا بنعمل ايه. احنا دلوقتي بنشوح بطاية القمراية الجميلية دي. جبنا الجريل ده، يعني يعتبر ده اكبر حجم عشان اللهم بارك البطة كانت كبيرة. فجبنا الجريل وحطيناها تاخد صدمة، يعني حمينا الجريل كده من غير نقطة زيت، لان اصلا انتوا عارفين البط بيبقى دسم. فعملنا ايه بقى؟ حطينا البطاية كده تاخد صدمة، وبعد كده حطينا عليها فلفل اسود وبابريكا والاصفر ده كركم. وهنا بحط 7 بهارات، وقطعت كمان عليها بصلاية وطماطمايه وفلفلايه. حشيت كده البطن بتاعت البطاية من جوا كده، حطيت فيها البصل والطماطم والفلفل. وهنا بحط حبهان وكباب الصيني وورق لوري. تمام. فحطيت كل ده في الجريل كده وخليتها تاخد زي ما شفتوا. لما خدت صدمة عملت لي وش حلو ازاي. الناحية التانية بقى اللي عليها التوابل برضو هنقلبها تاخد صدمة برضو. انا هنا بعمل ايه بقى؟ بالمنديل طبعا عشان الطرطشة اللي بتحصل. انتوا عارفين انا ما بحبش اشوف البوتاجاز قدامي مبهدل، فاي طرطشة بتطرطش من البطاية بقوم مسحها بالمنديل على طول. وهنا كمان كنت قلبتها، شفتوا الوش القمر اللي اخدته ده. تتشوح بقى مع الخضار بقى بتبقى بصوا تحفة جدا. انتوا عارفين ان انا اصلا اي خضار اي خضار ايه عفوا اي لحوم، بروتين، اي بروتين انا بحب اشوح الفراخ، البط، اللحمة، ارانب، ايا كان. يعني الحاجات دي بحب اشوحها قوي، بتخلي الطعم يروح في حتة تانية حقيقي بجد. وهنا بقى جبنا حلة الضغط بتاعتنا القمر، وهنسقط فيها البطاية القمرتين دي. انتوا عارفين بجد بجد نعمة 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 حالة الضغط دي. بصوا مفيش حاجة بتوقفنا يعني طول ما هي موجودة. حطينا جزراية، وكمان هنحط روزماري، ده روزماري فريش كنت جايباه من فتح الله يعني، بس بحطه في الفريزر. وكمان هنحط نص الطماطمية دي كده كده. احنا مشوحين البطاية في الخضار بتاعنا، بس حطينا الطماطم ونص البصلية دول صحيح كده. غير التشويح احنا هننزل بقية التشويح اصلا. وحطينا هنا الكبدة بتاعت البطاية والقناصة وكمان القلب. انا ما بحبش انا الحاجات دي، يعني ده جوزي اللي بيحبهم. انا ما باكلش غير كبدة الفراخ والقناصة بتاعت الفراخ بس. اي حاجة تانية بقى ارانب من الارانب بقى او البط او اي حاجة تانية، اللي هي الحاجات دي اللي هي الكبدة والقناصة والحاجات دي ما باكلش انا الحاجات دي غير الفراخ بس. فبوريكم بقى بعد ما سقطنا الحاجات الجميلة دي وملحنا البطاية كمان، هنغطيها بالغطا بتاع الحلة. بجد ما شاء الله اللهم بارك. حلة الضغط دي بجد منجزة بشكل. هو انا اللهم بارك اللي عندي دي الحجم الكبير اكبر مقاس 15. بس يعني من واقع تجربتي، او احنا جبنا يعني انا وماما برضو عندها اللي هي 15 دي، وانا 15 برضو. بجد لا، عارفين اللي هو الناس اللي بتحب تطبخ باستمرار، يعني لحوم بقى وفراخ والحاجات دي، او والله محشي او اي حاجة. يعني بصراحة الحلة الاصغر شوية هتبقى عملية معانا اكتر. انما طبعا الحلة دي انا بطلعهاش غير يعني لما ابقى فعلا محتاجاها قوي. اعمل بط، عندي مثلا عزومة،
اعمل لحمة، وعارفة ان هي ممكن تجيب شوية لحمة جملي الحاجات دي، فبطلع الحل. انما لو انا عندي المقاس الاصغر هتسعفني في حاجة، يعني في اوقات كتير خالص لو هستخدمها استخدام يومي مثلا. فهي الحجم الكبير دي زي ما بقولكوا للعزومات. انا هنا بعمل ايه بقى؟ كان عندي سوسيس او هوت دوج زي ما بتقولوا عليه يعني، فهشوحه. قطعت بصلاية كده صغننة ومعلقة سمنة. انتوا عارفين ان احنا ما بنحبش السمنة الصناعية يا جماعة، والله سبحان الله العظيم غالية جدا. انا على ما اسمع، انا مش بجيبها اصلا، بس على ما اسمع ان هي غالية جدا جدا دلوقتي. فلا، ان بيبقى الافيد بقى نجيب الحاجة اللي ما تضرناش يعني، اقل الخسائر. فالسمنة البلدي جميلة. عارفين حتى والله لو هتعملوا جمعية مثلا كل سنة، انتي عاملة الجمعية دي بس عشان تجيبي بيها السمنة البلدي، فاهمة؟ لو هي يعني هتبقى ميزانية كبيرة عليكي او مش عاملة حسابها او كده، والله لو هتعملوا جمعية. انا مش هعرف اقولكوا لو هتحوشوا، لان مفيش في الزمن ده تحويش يعني، الله المستعان. الموضوع صعب، بس هي الجمعية اللي بتربطك، بتبقي مضطرة ان انتي طبعا تسديها، فطبيعي مش هتقربي لفلوسها يعني. باستثناء لو انتي هتحوشي حاجة، طبيعي لو انتي احتاجتيها هتقومي مميلة على ايه اللي انتي عايناه. فهنا بقى، فبجد والله الله المستعان، ربنا يرزق كل ما محتاج يا رب بأي حاجة يحتاجها. هنا بقى احنا بنعمل ايه كمان؟ شوحنا السوسيس، وهنحط عليه 7 بهارات، وكمان توم باودر. وفي الحلة التانية اللي انا كنت بعمل فيها دي، كنت بحط سمنة برضو 3 معالق سمنة كده، عشان هعمل بشاميل للسوسيس. وكمان هحطه في ايه بقى السوسيس ده؟ في مكرونة اقلام، مش مكرونة سباكيت، مش مكرونة اقصد بشاميل. بس يعني نفس الفكرة. الفرق بس ان انا هدمج المكرونة بالسوسيس، وهحط على وشها بشاميل. فانا هنا بقولكوا السوسيس كده خلاص خلص، وكمان هنا البشاميل اللي بوريكوا الدقيق بقى لونه ذهبي وازاي وجميل. وهحط هنا اللبن واقعد اقلب بقى. بتحطوا اللبن وتقلبوا عشان ما يكلكعش منكم. على فكرة عايز يعني لو كلكع حد غصب عنه كلكع منه، بالهاند بلندر مثلا لو حد ما عندوش هاند بلندر في الخلاط. استنى بس شوية عشان الخلاط ما يبصش، الجلدة بتاعته ما تبصش ما تنعمش. استنى بس لما يبرد شوية وتضربوه، فيفكك التكتلات دي على طول يعني. فمش ما تتضايقوش من لو حد كلكع منه البشاميل، له حل. فهنا بقى ايه، حطينا المكرونة وحطيت عليها سوسيس وقلبتها، وكمان حطيت عليها بتاع كبشتين بشاميل كده. هقلبهم بقى في بعض كده، بحيث ان البشاميل يتغلغل في المكرونية نفسها. وحتى لما تيجوا تمسكوا تاكلوا كده، لعلمكم دي مش زي البشاميل التانية اللي بتطلع لكم خرط خرط. لان انا عاملاها مش فكرة البشاميل، بس قريبة منها يعني. هو انا كان عندي مكرونة، واحنا عايزين ناكل جنب البط. احنا بصوا، احنا من عشاق المكرونة شوية. بنحبها قوي يعني. فبندخل المكرونة دي، بدخلها لهم في اي حاجة، اي حشوات عندي بنحب نعملها. واحنا برضو من الناس اللي بتحب الطواجن في الفرن. فحتى لو تلاقوا اغلب الحاجات اللي بعملها بتبقى طواجن وحاجات في الفرن وبشاميل وجبن وحاجات، احنا بنحب الحاجات دي خالص يعني. إيه بس ده ميمنعش ان انا بنوع لكم، وهنوع لكم لسه اللي جاي ان شاء الله احلى كتير. هطلع لكم بقى، بصوا حاجات يعني بجد. انتظروا بس الفترة الجاية دي، هبهركوا يعني هبهركوا ان شاء الله. فهنا عملنا ايه بقى؟ غطينا طبقة البشاميل على وش المكرونة، وكمان حطيت جبنة موتزاريلا وجبنة تشيدر. حطيتها كده. بصوا احنا بنحب الحاجة دي تبقى متغرقة جدا كده بجد. خطيرة بتاعة الوصف. واو، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، عشان ممكن تتفرقع في الشنطة لما البخار ده يطلع وتهدى خالص. ايدك يا بابا، ايدك.
هو بيقول لك شوف هتطلع تعمليها اهي. شم ريحتها. ريحتها حلوه. واو ما شاء الله. استوت اهي. هي خلاص نهريه اصلا. كويس ان احنا فتحنا عليها. خلاص محتاجه تطلع بقى. تعرف تشيلها ولا تبقى اتهرت قوي؟ يا خبر ابيض. لا استنى الحق من الطبق. انا هنا كنت استعنت ببابا ريان. انا بخاف يا بنات من حلة الضغط اصلا، بخاف افتحها. شفته بقول حاسه بتنفجر في وشي انا عشان انا عندي عقده منها، انا بخاف والله منها. فالبطايه طلعت يعني بصوا خدت حقها في السوا وزياده قوي. هنا الشكل النهائي بتاع المكرونه بتاعتنا. حطيناها غلفناها كده بطبقه بشاميل وكمان بسوسيس او هوت دوج، اي حاجه بقى يعني. انتوا ممكن تستبدلوا الحشو بتاعي ده باي حشو عندكم، اي حاجه، بواقي اكل مثلا، بواقي مناب كده، وهتطلعوا احلى طواجن باذن الله وتشرفكم في عزوماتكم. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وجربوا الحاجات دي ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا هو انا لحد دلوقتي يعني حلة الضغط مش ببقى عارفه لها اطلع بعد قد ايه بالظبط، بس تقريبا يعني بعد الصفاره. انا بحسب لها ساعة بعد الصفارة، بس يعني مش في كل الاحيان الحاجة بتطلع مهرية قوي كده. هي البطاية دي تقريبا كده ما كانتش عجوزة، فما خدتش وقت في السوا. انا بقى حصلت لي حاجة بسبب الطواجن اللي عملتها في اليوم ده، لان كنت مشغله الفرن. عملت كذا حاجة يعني، غير في حاجات ما صورتهاش كمان. فانتوا عارفين ان انا كنت غيرت شاشة للموبايل بتاعي ده. تقريبا بقى من صهد الفرن والحرارة اللي كانت في المطبخ، لقيت التليفون الكاميرا الأمامية زي ما يكون في حاجة كده من جوه زي سحابة كده أو حاجة. المهم ان هي الكاميرا الأمامية فيها نغمشة وتقريبا كده باظت يعني. عشان اروح اصلحها كمان رحت التوكيل عشان اشوف ايه الموضوع ده، يعني اشوف الحاجة اللي جواها دي تتمسح ازاي او كده. قالوا لي لا لازم كده بقى نفك الشاشة، وفي خطر ان هي ممكن تضرب، وطبعا عشان نغير شاشة ب4,500 تاني، فالله المستعان. ففي اليوم ده بقى فقدت الكاميرا الأمامية بتاعتي، يعني الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل. دي ده الحدث اللي ضايقني بصراحة في اليوم ده، بس خير بقى. المهم يعني يا رب يكون وصفاتنا النهاردة عجبتكم، جربوها وبأبسط اي حاجة عندكم هتطلعوا احسن حاجة بإذن الله. فيا رب يكون وصفاتنا عجبتكم. وفي نهاية الفيديو بتاعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا وأتوب إليك.